أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. يشرفني أن يكون معي الليلة الأستاذ الدكتور الكاتب الروائي العالمي الأستاذ الدكتور الكاتب الروائي العالمي علاء الأسواني. أهلا بك. أهلا أستاذ محمد. أنا سبب قلت قبل ما نبدأ الحلقة اللقاء مع الدكتور علاء، ليه علاء الأسواني عالمي؟ لأنه واخد جايزة عربية كبيرة، جايزة من اليونان، جايزة من فرنسا، جايزة من إيطاليا، جايزة تانية من إيطاليا، جايزة من النمسا، جايزة من ألمانيا. أول جايزة يحصل عليها كاتب في العالم، لأنها جايزة لأول مرة. ليه علاء الأسواني عالمي؟ لأن مترجمة رواياته إلى البوسنية، البلغارية، القشطالية، الصينية البسيطة، الكرواتية، السلوفينية، السويدية، الدنماركية، الهولندية، الإنجليزية، الفنلندية، الفرنسية، الألمانية، الأسبانية، التركية، اليونانية، الأيسلندية، الإيطالية، الكورية، الماليزية، النرويجية، الأرمنية، البولندية، البرتغالية، الرومانية، الروسية، بولندية ورومانية، روسية، صربية، سلوفاكية، استوانية. عشان كده علاء الأسواني أديب عالمي. يعني في ناس دلوقتي قاعدة في الصين وفي روسيا وفي هولندا، قاعدين ممكن يكون عندهم نهار دلوقتي قاعدين ماسكين روايات علاء الأسواني بيقروها، وهي دي العالمية، أن تصل إلى كل العالم وأنت في بلدك. أهلا بك. أهلا وسهلا، متشكر يا أستاذ محمد. لا العفو. والله أنا مش عارف الحقيقة، أنا قعدت أفكر أبدأ معاك إزاي منين، إنما ممكن نبدأ من مشهد نجاح محمد مرسي وتأثير هذا المشهد عليك. يوم اللي هو كان يوم حد أظن، يوم 24، وإعلان النتيجة اللي كانت الناس كلها مش عارفاها. يعني كانت كلها إشاعات، يعني كانت بتجيلي أخبار قبل النتيجة بربع ساعة، لا ده هيحصل كذا هيحصل كذا. أنت كنت عارفها؟ لا أنا طبعا ما يعني من الذين قاطعوا الانتخابات اعتراضا على وجود السيد أحمد شفيق كمرشح، بينما عليه 35 قضية فساد موثقة، بالإضافة لأنه من الناحية القانونية كان المفروض قانون العزل يطبق. اللجنة لأن القانون كان ساري لما وصل اللجنة العليا للانتخابات، فكان لازم تطبقه. فبدأ الأمر وكأن المجلس العسكري الذي هو خلف كل يعني هذا الموضوع كما نعلم مشاهد كلها بالظبط مصر على حماية أحمد شفيق والدفع به إلى النهاية. وده كان ليه معنى مرعب الحقيقة طبعا. وبالتالي أنا قطعت، وبالعكس أنا دعوت السيد محمد مرسي إلى مقاطعة الانتخابات اعتراضا على وجود أحمد شفيق. النتائج طلعت طبعا نتائج الإخوان اللي هم قالوها في الأول دي يعتبر نتائج من طرف واحد. لما منظمة قضاة من أجل مصر أعلنوا النتائج، وأنا أثق فيهم جدا لأن ده مستشار زكريا عبد العزيز، كانت مؤشر كبير جدا. بس أنا كان عندي إحساس دايما إنه هيتم تغيير النتيجة في لحظة ما. والحقيقة في حاجة يعني غريبة برضو نثيرها هنا، إن في قناة تلفزيونية طلعت 3 مرات نتائج تانية. لا ده بتطلع تقرير من اللجنة العليا للانتخابات موقع من القاضي السيد فاروق سلطان والسيد باجاتو بأن شفيق هو كسبان. طلعتها 3 مرات، وده حاجة عجيبة جدا، لأن المفروض اللي كنت اتوقعه من المستشار فاروق سلطان لما تطلع حاجه زي كده يقدم بلاغ ضده يرد على طول، واما يبقى في تقريرين، واخد بال حضرتك. اعتبرت انه في، وكتبت هذا الكلام، اعتبرت ان في 8 مليون مصري، لان كتله الاخوان التصويتيه في الدور الاول كانت 5 مليون ونص، وهي دي كتلته وبانت في مجلس الشورى. في 8 مليون مصري رفضوا ان النظام القديم يعود مرة أخرى ممثلا في أحمد شفيق، فصوتوا لمحمد مرسي. صحيح. ومن هنا الموضوع ياخد شكل فريد من نوعه الحقيقة، لأن محمد مرسي لم ينجح بأصوات الإخوان، هو نجح بأصوات المصريين اللي هم مش إخوان. وبقى عندنا مشهد برضو فريد من نوعه جدا، هو إنه نظام مبارك الذي حافظ عليه المجلس العسكري على مدى 16 شهر كان مستعدا لاستقبال أحمد شفيق. هو لم يكن مستعدا، هو استعد بالفعل. بالظبط. يعني استعد بالفعل، وبدات بشائره تظهر في المحطات وراح الحرس الجمهوري وراح فعلا. لا، وبدات البشائر بقى من بعض الناس اللي هم تابعين النظام السابق تظهر في التلفزيون وتتكلم في التليفون بالظبط. يعني وكان يعني اعتقد انه كان ده الخط بناء على تجارب دول اخرى وصول احمد شفيق. وهنا مش شخصيه احمد شفيق او عمر سليمان او اي لواء او اي شخص ينتمي للنظام القديم، وصوله للحكم كان هيسد
يشد خط على الثوره، يعني خلاص الثوره نقلب الصفحه. طبعاً. والمدير حملته قال كده، قال يعني هذا الكلام مش استنتاج. فاذا بهذا النظام يفاجأ برئيس غير مرغوب فيه. وهو ده الحقيقه المشهد دلوقتي، قراءته مختلفه، انما واقع الامر ان هناك رئيس منتخب شرعي لاول مره، رئيس منتخب في تاريخ لأول مصر. مرة صحيح. ما كانش من اعلان الجمهوريه، ما عندناش انتخابات، احنا عندنا ولا استفتاء. ولا قبل اعلان الجمهوريه كان عندنا انتخابات من ايام حتشبسوت كان عندنا رؤساء وزراء، مش رئيس جمهوريه، ما كانش في جمهوريه، كان عندنا احيانا رؤساء وزراء منتخبين. ده موضوع تاني. انما رئيس الدوله اول مره. وهذا الرئيس وحيدا امام دوله يقولوا عليها دوله مستعصيه. مستعصيه بمعنى ايه؟ الله، حلو قوي الدوله المستعصيه دي، جديده دي بالنسبه لي. الدوله انا عارف الدوله العميقه. لا فقالوا الواد فقالوا الدوله الغويطه. لا، الدوله المستعصيه دي اللي هي الدوله اللي بتلفظ رئيس، يعني بتلفظ رئيس، يعني بمعنى ان الدوله كلها مش عايزه الراجل ده. وطبعا الكلام واضح جدا، يعني هذا ما اقوله لا احتاج الى التدليل عليه. المشكله بقى ان هذا المشهد ممكن قراءته بطريقتين، بطريقه انه الرئيس ده بغض النظر انه من الاخوان المسلمين ممكن يبقى رئيس للمصريين جميعا، وخصوصا انه قادم باصوات المصريين مش باصوات الاخوان. وبالتالي اذا هو هيبقى رئيس المصريين جميعا وينتزع سلطات رئيس الجمهوريه من الحكم العسكري، اللي خلينا نتكلم بصراحه، مصر محكومه بدوله بوليسيه وحكم عسكري منذ عام 54. وبالتالي بس يعني لم تكن في كل الاوقات سيئه. لا طيب. عبد الناصر عظيم جدا، ولكن عبد الناصر هو، انا بالنسبه لي زعيم عظيم جدا، ولكن هو اللي اسس الحكم العسكري. طيب تمام، واخد بال حضرتك؟ اوكي. وبالتالي دي دوله بوليسيه. دوله بوليسيه معناها ايه؟ دوله بوليسيه ولا عسكريه؟ لا، هي عسكريه. عسكريه تفرق عن البوليسيه ولا ما تفرقش؟ لا، لما بتقول حكم عسكري بعض الناس بتقول لك لا، طب ما هو الجيش كان بعيد عن السياسه. الجيش صح كان بعيد عن السياسه، انما في كل دوله في قوتين. في القوه المعنويه اللي يمثلها الانتخاب، دي قوه معنويه، يعني ما فيش لا دبابه ولا شرطه عسكريه ولا حاجه، بس في واحد منتخب. وفي القوه الفعليه. القوه الفعليه دي يقولوا عليها ديفاكتو. الديفاكتو ده اللي هو الواقع ان انا لما اقول حاجه يعني كسلطه عسكريه اقدر انفذها. واخد بالك؟ الدول الديمقراطيه القوه المعنويه بتبقى اعلى من القوه الفعليه. يعني رئيس الجمهوريه، عشان كده رئيس الجمهوريه لازم يبقى القائد الاعلى للقوات المسلحه رغم انه مش عسكري. انما هو بيوري لك انه اراده الشعب اعلى من المؤسسه العسكريه. لما بتكون المؤسسه العسكريه يا اما منفصله او مستقله عن السلطه المنتخبه او اقوى من السلطه المنتخبه، يبقى دي دوله غير ديمقراطيه. فاحنا عندنا دلوقتي راجل المفروض انه ينتزع صلاحيات رئيس الجمهوريه ولازم نسانده. دي قراءه. في قراءه اخرى طبعا اختلف معاها، وان كنت يعني من حق كل الناس انها بتقول رايها انه لا، ده الاخوان. دي القراءه الثانيه بقى لنفس المشهد. مش ان هو عايز ينتزع صلاحياته. مشهد رئيس جاء بانتخاب حر على غير رغبه الدوله المستعصيه، وعليه ان ينتزع سلطاته. بالظبط. ادي مشهد، ادي راي. دي الراي الثاني لا، ده الاخوان. الراجل ده اخوان، وطالما اخوان سواء جه منتخب او مش منتخب، هو في واقع الامر جاي علشان يسيطر على الدوله ويعمل اخوانه للدوله ويعمل حزب وطني تاني، ويعمل حزب. لا، واسوأ من، في رايي دول، انه ده اسوأ من كده، ده يحط الاخوان في كل حته وبتاع. وفي بقى ناس بتقول لك لا، ده مؤامرات دوليه وبتاع مش عارف ايه. خطوره الراي ده انه في النهايه يضعك في مسانده الحكم العسكري. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه هم نظامين بالظبط. انت لازم تختار، وما ينفعش مفيش مجال انك تختار. مفيش حاجه ثالثه وتقول انا مش عايز دول ولا مش عايز دول. لا، انا يعني انت غيرت رايك بعد نجاح محمد مرسي. اثناء عدم نجاح محمد مرسي او اثناء الانتخابات كنت مقاطع اخترت حل ثالث ولم ادعمه، انما اصبح مرسي رئيسا فعليك ان تتخذ قرار. انا لم انتخب محمد مرسي ولم ادعم محمد مرسي، ولما هو يعني دعاني، مع ان انا كنت قريت في الاول خالص ان انت دعمت محمد مرسي، بعدين رجعت. انا قلت ده كان في الاول، لما في الاول خالص قلت نعمل ائتلاف ثوري في محمد مرسي
بس يبقى الحكومه متشكله قبل ما ندعمه. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه العنصر الاخواني في الائتلاف ده يكون واضح ومحدد فيما سوف يكون، واخد بال حضرتك؟ تمام. وبعدين لقيت بقى ان في مشاكل جامده قوي، في 5 مليون صوت اتضافوا على الناس بتنسى بس في 5 مليون صوت ضافوا على صوت الناخبين، على صوت الناخبين، وما عرفناش اتضافوا ازاي واخد بال حضرتك؟ اتضافوا في 8 اشهر. فقلت لا بقى معلش، الموضوع مش في مرسي ولا غير مرسي، الموضوع ان الاستاذ ده اللي هو السيد احمد شفيق، واكرر الموضوع مش شخص ولا حاجه، لا يجوز له ان هو يخوض معركه نهائيه في انتخابات الرئاسه قبل ان نحقق في 35 بلاغ فساد موثق، والدليل ان هو دلوقتي راح دبي. خلاص يعني الحمد لله قضي الامر اللي خاص باحمد شفيق، ودلوقتي مرسي موجود، وهذه هي الرؤيه الاولى، ان نساند الرئيس لكي تمضي الامور، او ان ينتزع الرئيس صلاحياته ونحن نسانده في هذا. دي الرؤيه الاولى. الرؤيه الثانيه هي ترفض الرئيس الاخواني تحت اي ظرف من الظروف، ومهما عمل، ولو كان هو هيعمل ايه فهم انا لا يثقون اطلاقا فيه. وده برضو الحقيقه برضو عشان الواحد يبقى منصف، ده برضو يستند الى تاريخ الاخوان اللي هو الحقيقه مليء بصفقات انتهازيه، وانا من اكتر الناس ولا زلت اقول انه تاريخ الاخوان مليء بصفقات انتهازيه، وان هم ما بيواجهوش ودايما يتواطؤوا مع السلطه، وقلت هذا الكلام حتى هنا مع حضرتك في البرنامج، وده رايي، وقلته للحقيقه بقى، قلته وطبعا ده يحسب له، انا قلته في مواجهه الرئيس محمد مرسي وامام شهود، قلت له تاريخ الاخوان حصل كذا 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 كذا. ده تاريخ انت بقى عايز تبين انك رئيس كل المصريين، يبقى هتعمل خطوتين بعيد عن هذا التاريخ وتورينا ان محمد مرسي هو رئيس كل المصريين الذي سينتزع صلاحياته، الناس كلها هتبقى معاك. اذا كنت هتظل مندوب الاخوان المسلمين في رئاسه الجمهوريه فلا ومتباطئ كده مع الجيش، مع المجلس الاعلى. ما هو في سلوك اخواني، ما هو في سلوك اخواني تمام، زي في سلوك ثوري، يعني هيخسر كل حاجه. السلوك الاخواني ده لا يواجه اطلاقا. هو يسعى دايما لان هو يتفادى الصدام، وانه يعمل اتفاقيات سريه. ده الاخوان. فقلت له اذا كان لو مشي كده هيخسر كل حاجه. هيخسر، انا رايي انه هيخسر كل حاجه. اول حاجه هيخسر ثقتنا، او هيخسر الشعب المصري، وبعدين كمان ما هم، انا قلت هذا الكلام في حضور الرئيس مرسي، انه لما نشوف اللي عملوه الاخوان مع المجلس العسكري لما تحالفوا وضيعوا على مصر فرصه انها نعمل دستور جديد، كل ده عشان مجلس الشعب، وقالوا الانتخابات الاول، مش كده؟ حصل. وتركوا الثوار في الميدان، وتركوا الثوار في الميدان، والعكس ده شتموا الثوار كمان وهم بيتضربوا، تمام؟ وبعضهم قال عليهم بلطجيه وبتاع الكلام. ايه اللي حصل في الاخر؟ خسرتوا كل حاجه. يعني خسرتوا ثقه الثوره وخسرتوا مجلس الشعب. انت واخد بالك؟ يعني هي دي المشكله، انك لما بتتواطأ بتخسر كله. يعني يا ريتك بتكسب الجزء اللي وهم جربوا بالفعل. وعلى فكره انا رايي ان الرئيس مرسي بيوافق على ده، ما بيرفضوش. يعني انت لما قلته له يبقى قبله. الحقيقه لا، انا قابلته مرتين، مره قبل اعلان النتيجه، ومره بناء على دعوه يعني كريمه منه انا ومره بعد اعلان النتيجه، وقبل انه يعمل قسم لما رحنا القصر الجمهوري انا ووائل غنيم واسماء محفوظ وناس كتير، هو الدكتور حسن نافع وناس كتير. الانطباع اللي عندي كان ايجابي، لانه يستمع ويقبل وباحترام، وتشعر انه يريد فعلا ان يفعل الاشياء اللي وعد بيها. وعد باشياء جميله جدا يجب ان ينفذها. يعني احنا النهارده بس برضو طبعا انت تقرا المشهد قراءه دقيقه، وانت لك رؤيتك ككاتب كبير، فتقدر تتامل الاشياء، فتاتي بالاشياء التي ربما سوف تحدث، تاتي في ذهنك. يعني كيف ينتزع الدكتور مرسي صلاحياته من المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ كيف يستطيع انتزاعها؟ الشعب مساندة. هو يعني هنعمل مظاهره كل شويه؟ لا، هو انت الشعب لو حس، اصله في الاخوان، تنظيم الاخوان ده بس انت قلت في جزء في الشعب كبير بالظبط عايز المجلس الاعلى للقوات المسلحه ضدا في محمد مرسي. لا انا مش عارف اذا كان كبير ولا لا. هو انا اعتقد اذا كان النخبه، هي المشكله دي في، انا ما بحبش اللفظ ده، بس هي الحقيقه في القوى المثقفه او في جموع المثقفين، وبعض وانا عاذرهم، وبعض النظام السابق، وبعض الاقباط اللي انا عاذرهم عندهم معذورين طبعا، عندهم ذعر طائفي من الاخوان مفهوم ومبرر، واخد بال حضرتك؟
ولابد، وده برضو دور مرسي انه يطمنهم ان هو المفروض طبيعي. ياخدوا حقوقهم اكتر من ايام حسني مبارك. هو في تعييناته القادمه لو حط الاقباط في اماكن مميزه بالظبط. خلصت الحكايه. ما هي ده يعني الموضوع. مساعد رئيس جمهوريه مسيحيه مثلا، بالظبط. الوزاره يبقى فيها 3 4 تنفار مسيحيين، مش بالظبط. محطوطين كده 1 و2، ويبقى ده احسن فايده بس يبقى الاقباط اخذوا حقهم تحت رئيس اسلامي منتخب. أيوه. اكتر من حسني مبارك من نظام وعلى مبارك. فكره انا مش مستبعد ده يا دكتور علاء، لانه الدكتور مرسي النائب بتاعه في حزب الحريه والعداله مسيحي. النائب بتاعه مباشره مسيحي. اللي هو انا مش عارف اسمه الحقيقي. رفيق حبيبي يمكن. دكتور رفيق حبيبي فعلا. لا هو هنا في فرق شويه، لان انت ممكن دايما الاحزاب بتعمل الحكايه دي، حتى الحزب الجمهوري في امريكا ان هو ممكن يجيب حد لمجرد انه، مع احترامي طبعا الدكتور رفيق حبيب راجل باحث عظيم يعني، وانا قريت له حاجات وكتب عظيمه، انما ممكن يجيب حد لمجرد ان هو يعني يبقى الشكل ايا كان. لا احنا عايزين هو حد الحكايه مش بعيده عليه، عايزين يعني. بالظبط. انا بقى حضرتك بتقول ازاي ينتزع من المجلس العسكري؟ ينتزع بثقه الشعب. ثقه الشعب ازاي؟ لما الناس تحس انه بيخوض معركه واضحه بشجاعه قدام الناس كلها. يعني الاعلان الدستوري المكمل الذي هو انتزاع لسلطات رئيس الجمهوريه. أيوة. وده اعتداء على رئاسه الجمهوريه، مش على محمد مرسي، اعتداء على مستقبل مصر، ان هيظل عندنا دايما رئيس جمهوريه بمثابه سكرتير للمجلس العسكري. واخد بالك؟ لو انت النهارده كمحمد مرسي رحت عملت وده من صلاحيته بالمناسبه باجماع بقى اساتذه القانون، غير الموضوع اللي فات. لو الغيت القانون الاعلان الدستوري ولا في حاجه ابدا، لو عملت استفتاء عليه وانا اثق 100% ان الناس انه هيسقط، ولو عمل اعلان دستوري جديد بالظبط وعمل عليه استفتاء يلغي الاعلان الدستوري لو النهارده كاجراء. يعني عنده كذا مخرج يا دكتور. يتاخد النهارده او بكره ال 12000 واحد اللي موجودين في السجون الحربيه لا يجوز انهم يتاخروا. واخد بال حضرتك؟ وبعدين يا ريت ان الموضوع واقف على كده. امبارح اتمسك الشرطه العسكريه، مسكت ناس تانية. ناس كانوا شبان من الحزب الديمقراطي بيعملوا توعيه للشعب المصري على الدستور، اتمسكوا. وناس راحت في مظاهره سلميه امام بيت اللواء حمدي بهين، فتم التنكيل بيهم وضربهم بمطاوي وتم خطفهم. ده معناه ايه؟ ما هو ده نوع برضو، خلي بال حضرتك، دي رسائل كلها، لانه ده معناه ايه؟ الرئيس المنتخب بتاعك وده احنا بنعمل زي ما احنا عايزين. واخد بال حضرتك؟ لو جه النهارده او بكره وراح عامل قرار بانه الافراج ومن سلطه من صلب سلطاته كرئيس للدوله، الافراج عن كل المعتقلين السياسيين اللي موجودين في محاكم عسكريه ومنع المحاكمات العسكريه للمدنيين، وحد بقى جه يراجعوا في هذا القرار، شوف رد فعل الشارع هيبقى ازاي. لان انت بتحس انه بيدافع عنك مش بيدافع عن الاخوان المسلمين. طيب انا عايز افهم، انا كان بيشرفني امبارح دكتور محمد فؤاد جبل المستشار الدستوري والقانوني لرئيس الجمهوريه، راجل جميل جدا وكل حاجه، بس انا كنت نفسي اعرف لماذا اختار الدكتور مرسي ان يخرج علينا بالقرار اللي هو بتاع مجلس الشعب ده، وترك الاعلان الدستوري المكمل وترك المحاكمات العسكريه. ألم يكن أقدر به أن يبدأ بهذه الأشياء؟ أنا رأيي كان أقدر إنه أنا رأيي كان لأنه أنت يعني أنا من الذين طبعا أنا قريت كل الرأي اللي مع واللي ضد، واحترم الاثنين، لأنه القانونيين اللي ضد اللي عمله الدكتور مرسي منهم أساتذة مشهود وأفاضل طبعا واللي مع أيضا. فقريت الاثنين وأنا اقتنعت الحقيقة بالذين يؤيدون الموضوع ده، إن هو لم يتطرق لمحكمة الدستورية العليا، وإنما هو حب. ده حقيقي حقيقي، بس حطينا في متاهة. ما كانش ده، أنا أعتقد إنه لم يكن أهم منها بالظبط إن أنت دخلت الرأي العام في نوع من الجدل القانوني الدقيق جدا، فالناس في أوقات كتيرة تاهت منها القصة الرئيسية. نمرة واحد. نمرة اتنين بقى، أنا أعتقد حضرتك بتقول الخيال، طبعا الروائي خيال، انا اعتقد لا مش هو خيال، لكنه يعني ياما كتاب كتبوا اشياء خياليه وشفناها في الحقيقه. انا اعتقد بقى ان انا اتحدث عن واقع ما يتم اعداده الان من النظام مبارك. هو زي عندنا احنا في طب السنان كده، لما اجي قبل ما اخلع ضرس اقوم مديلك بنك، فانت ما تحسش بحاجه. طب نعمل فاصل بقى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ولقائنا مع الدكتور علاء الاسواني
دكتور علاء الأسواني كان بيقول ان ما يحدث الان هي محاولات حقن المجتمع بحقن بنج لتجهيزه لعمليه كبيره. انا يعني تقديري انه النظام مبارك اللي موجود حاليا زي ما قلنا كان يتوقع رئيسا اخر، جاله رئيس غير مرغوب فيه، وبالتالي شفنا احنا بغض النظر عن اتفاقنا واختلافنا مع القرار بتاع الدكتور محمد مرسي الغاء قرار المشير طنطاوي، شفنا كيف ان نظام كامل بيشتغل بتناغم قوي جدا لزرع يعني صورة سلبية جدا عن الاخوان. مش محتاجين، الاخوان عملوا اشياء كثيرة جدا سيئة بالنسبة للثورة يعني، انما عن هذا الرئيس. بمعنى ايه؟ انك انت يعني جرايد بتطلع بعد ما قبل حتى ما يقول كده، قبل حتى ما يعمل القرار ده، بعد ما اقسم القسم بيومين، جرايد طالعه تقول الرئيس العاجز. العاجز ازاي اذا كان لسه ما ابتداش؟ ده لسه اول شيء هو لغايه النهارده بقى له 13 يوم، واخد بال حضرتك؟ يعني لغايه النهارده واحنا بنتكلم دلوقتي 13 يوم دول بالزبط. في حكم حاكم يعني وانا من يعني اشرف ان انا من الاصوات القليله جدا، هم كانوا 4 الذين بداوا سنه 2002 نقد حسني مبارك مباشره. يعني كنت انا والاستاذ ابراهيم عيسى والاستاذ الدكتور عبد الحليم قنديل والاستاذ مجدي احمد حسين، يعني كنا اول ناس نكتب ضد مبارك مباشره. بس عمر ما قلنا مثلا ان مبارك الطرطور، واخد بال حضرتك؟ بيطلع جورنان في مصر رئيس منتخب يعني، وهو عكس بالظبط اتجاهي السياسي. انا يعني انا طبعا انا لست لا اخواني ولا سلفي ولن تكون ابدا، ولن تكون وضد الاسلام السياسي وموجوده في كتبي. انما لا يجوز ان انت رئيس منتخب تقول عليه تجيب صورته وتعمل الطرطور، لانه ده عيب. ده كده يسيء لي انا، وبعدين الراجل يسيء للشعب اللي انتخبه، وبعدين الراجل لم يبدا اساسا. هو الراجل عمل حاجه؟ يعني الكلام ده الجورنال ده طلع بعد 4 ايام من القسم، واخد بال حضرتك؟ فاللي انا شايفه ان هناك حمله جباره جدا ذكرتني بالحملات اللي كان فيها كل، انت عارف حضرتك في الاوركسترا الفيل هارموني اللي هو بيبقى 140 160 عازف، واخد بالك؟ ذكرني بحصار غزه لو تذكر، لما حسني مبارك عمل مجامله لاسرائيل بانه هو قفل معابر علشان يساعد اسرائيل في التنكيل باخواننا في غزه. كان الموضوع كده، كنت تفتح اي جورنال، تفتح اي قناه، تلاقي نفس الكلام. انا اعتقد ان هناك اعداد الخطه من انه تشويه هذا الرجل الذي لم يبدا. انا لا ادافع عنه، بس انا بقى ادافع عن حقه في انه ياخد فرصه، يبدا بس وبعدين نتكلم. ياخد فرصه، ده راجل منتخب، واخد بالك؟ يبقى ياخد فرصه، رغم ان انا خصمه سياسيا، انما هو رئيس المصريين جميعا، ياخد فرصه ونكون اول ناس ننتقده بشراسه لو بعد اسبوع عمل حاجه غلط. انما ما ينفعش ان انت تعمل عمليه تهيئه للراي العام بهذه الطريقه، واخد بال حضرتك؟ مع افشاله، بمعنى ان هو يعني انا بقول لسيادتك من دلوقتي، هو هيقول يمين، الدوله المستعصيه اللي بقول لك عليها هتمشي شمال، واخد بال حضرتك؟ وطبعا باين يعني في مثلا حاجات، يعني انت بتقول كلام مهم جدا، يعني بعد كده مش هيبقى فيه انجازات. لا انجازات ازاي؟ هو عنده صلاحيات اصلا عشان ما عنده انجازات. ما عشان كده بقول لسيادتك هو رئيس معنوي، رئيس معنوي. الدوله مستعصيه عليه، مش عايزاه اساسا. عشان كده الخط الصحيح هو اللي كنا بنتكلم فيه ده، ان انت تبدا في انتزاع صلاحياتك. بقى هي المواجهه قادمه. احنا سالنا كيف يا دكتور؟ احنا سالنا كيف؟ الاعتماد على الشعب، الاعتماد على الشعب، بس ان هو ياخد قرارات. خليه يطلع قرار بالغاء الاعلان الدستوري بكره، واخد بالك؟ هينزل 10 مليون مصري في الشارع يدعموه، لانه ده هنا بقى انا بحس انك جد مش هتعمل اتفاقات. اذا كنت ناوي تعمل اتفاقات يبقى احنا مالناش دعوه بيك، واخد بال حضرتك؟ انما اللي انا متوقعه هو انه مع هذه الحمله، هي دي بقى البنج اللي بقول لحضرتك عليه، المخدر، ان انت لما هيجهزونا للعمليه، هيجهزونا لغايه لما يقول لك والله المفروض. وده حصل في مستشاره مقربه جدا من المجلس العسكري، قالت انه المفروض انه هو اول ما يتكتب الدستور يستقيل. ورد عليها ناس، ده مش مفروض خالص ردوا عليها ناس اساتذه القانون، حسب الدستور في ايه وغير الدستور في ايه.
النظام الديمقراطي معناه سيادة الشعب. سيادة الشعب الهيئات المنتخبة، الهيئة المنتخبة دي أعلى 100 درجة من أي هيئة معينة في النظام الديمقراطي. هل تعلم حضرتك أن مصر الحكومات المصرية موقعة على اتفاقات أنه لا يجوز حل هيئة منتخبة بدون الرجوع للناخبين؟ شوف احترام المواطن ازاي. يعني أنا عملت دلوقتي مجلس إدارة نادي الجزيرة، ما ينفعش تحله، لازم تعمل تجيب استفتاء على الناس بالظبط، واخد بالك؟ فما ينفعش ان انت، انا اعتقد انه هيحصل الضغط في هذا الاتجاه، ومن هنا بيتم نظام مبارك بيتعامل مع محمد مرسي باعتباره رئيس مؤقت. وحتى الان تستطيع حضرتك ان انت ترى بسهوله جدا انه لم يتم الاعتراف، حتى ولو كان الاعتراف الرسمي، انما عمليا لم يتم الاعتراف بمحمد مرسي. يعني الدكتور الجنزوري لما يقول انا تعبت مثلا بيكلم المشير، ده حصل من 3 ايام، قال له لا خلاص انا عايز، ما كلمش محمد مرسي. لما محمد مرسي بيعمل قرار بزياده العلاوات مرتبات ويستنى الجيش، بيقولوا له لا مش ميزانيه لا تسمح، معلش، واخد بالك؟ فالسكه كده. طبعا في بقى مشاكل، انه عندنا قطاع من الناس لا اشكك اطلاقا لا في ثوريتهم ولا في اي حاجه، هم اصلا متربصين من محمد مرسي نتيجه لعدائهم او لخصومتهم مع الاخوان، واخد بال حضرتك؟ ده في ناس تانية كمان يا دكتور، انت كنت اشرت اليهم في الفاصل. في ناس تانية مش عايز الثوره. لا، ما دي حاجه لازم نفهمها عشان ما نحبطش. اشكرك ان انت الثوره ودي مش حاله ثوره مصريه، ده الثورات كلها في العالم. الثوره تغير انساني بالاساس، مش تغير سياسي. يعني الثوره بتلاقي ان ناس بتفارق سلوكها اليومي وبتتصرف بسلوك انساني مختلف. ازاي؟ الثوره ان تقدم المبدا على المصلحه، تقدم المبدا على المصلحه، صحيح. وده سلوك انساني نادر جدا، وده اللي عمله الشباب بالظبط، لان معظم الناس بتقدم المصلحه على المبدا في العالم كله. فلما بيحصل التغير ده بيبقى ليه نتائج سياسيه. احنا التغير حصل، عشان كده الثوره ان شاء الله هتنتصر. انما في واقع الامر ان ما فيش شعب بحاله اشترك في الثوره. احنا عندنا في العالم كله ما فيش كده. في العالم كله عندنا 20 مليون، لو اللي هم اللي CNN قالت ان قبل يوم 10 فبراير جماعه في الميادين، دول نزلوا. ال 20 مليون لو افترضنا انه عنده 20 مليون تانيين ولاده واسرته بتاع 40 مليون، عندك 50 مليون، شيل 10 مليون فلول مثلا، خلاص ممكن يبقى اكتر من كده. في ناس بقى معلش بمنتهى الامانه الثوره ما كانتش لازماها، يعني حياته كانت، ما كانش غني، مش بالضروره غني ولا مبسوط، بس مستوره مع ماشي الحال. هو وصل لدوائر اسمها دوائر الفساد الصغيره، وظبط نفسه على ظبط نفسه على، يعني مثلا ايه، دكتور بيمارس ضغوط على المرضى الفقراء عشان يجوا له العياده وما يعالجهمش مجانا، صيدلي بيشتغل في الادويه الممنوعه، حاجب محكمه بياخد فلوس عشان يدي صور من الورق، مش يعني في عندك قطاع فئه مش، انا اسف ان اقول انها مش قليله، لا مش قليله لان ما تقدرش تقول ان نظام مبارك كان فاسد 30 سنه وفضل هو كده. لا بالعكس، ده هي يعني كارثه نظام مبارك ان اتى بالفساد على الكل. الله ينور عليك، خدوا على تحت، نزل كله. لو كان الفساد فوق بس كانت اتحلت. بالظبط. المشكله بقى ان احنا عندنا الناس دول اللي هم دول الثوره ما كانتش لازماهم، والثوره اربكتهم، والثوره احرجتهم كمان. لان انت لما تبقى مثلا صحفي متخرج وعندك كده مبادئ وبتاع، وبعدين تلاقي رئيس التحرير بيكلم امن الدوله والناس كلها بايظه وبتاع، فتبتدي تبقى منافق. في لحظه معينه انت عديت بيها قلت ان مفيش فايده وان انا مش هقدر اغير، وبالتالي اشوف اكل عيشي بقى. لما بتلاقي واحد قد ولادك نزل زي احمد حراره مثلا، احراج وعينه راحت في 28، فراح رايح تاني في عين تانية راحت، وبطل وبيضحك وبيبتسم وبيقول الثوره هتنتصر، لازم تكرهه. ليه لازم تكرهه؟ لان انت هو ده المرايه بتاعتك. شيء في صدري. هو بيوري لك انه ايه، كان ممكنا ان تكون نقيا، واخد بالك؟ يبقى انت بقى مش تقول بقى انا اعمل ايه، ما الدنيا ماشيه كده. لا، مش الدنيا ماشيه كده، لان ناس في سن ولادك انضف وانقى واشجع منك 100 مره. فانت عندك مجموعه من المصريين، طبعا ما عندناش احصائيات بس انا موجوده وبشوفها، ودايما بقارن بين موقف الناس من الثوره وسلوكهم.
يعني انا بقابل طبعا ناس مع الثوره وناس ضدها، فبلاقي مثلا ايه ان الموضوع متسق. يعني مثلا ايه لما المايه تبقى مقطوعه في عماره مثلا، ها، في فلوس على العماره، واخد بالك، وفي سكان بيستمتعوا انه غيرهم ما يدفعوش، ده لا يمكن يبقى مع الثوره. يعني انا جربت ده، فتكلمه تقول له مثلا، يقول لك يا دكتور خلاص بقى، هو ايه المشكله بقى؟ ما تشوفوا بقى، كفاياكوا بقى. ليه؟ لان اصل السلوك لا يتجزأ، وانت عشان تبقى مع الثوره يبقى انت عندك قيم معينه، عندك على الاقل من بعيد حتى خالص فكره المبدا اهم من المصلحه العامه، ورأيتها ولو من بعيد حتى. بالظبط. لو ما عندكش ده، يعني لو انت بتستمتع ان ناس تانية تدفع لك الفاتوره اللي عليك وتبقى مبسوط قوي 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 ان انت مثلا ايه ال 500 جنيه اللي المفروض كنت تدفعهم دفعهم جارك، وتبقى مبسوط قوي، واخد بالك، ده شخص لا يمكن مع الثوره خالص نهائي، مستحيل. لان انت اذا كنت عندك هذه الدناءات، اللي هو شخص زي عنده الدناءات دي، مش ممكن تقدر ان ناس ضحت بحياتها عشان البلد تبقى محترمه، انت واخد بالك. فاحنا كمان غير اداره المجلس العسكري اللي هي طبعا لو انت خدت، يعني المجلس العسكري قعدنا نقول، انا كنت بقول كده في الاول انه ادارته متخبطه وبتاع، طبعا هذا الكلام كان بيفترض ان المجلس العسكري عايز يحقق اهداف الثوره، فاحنا بنقول ان ادارته متخبطه لان احنا فاهمين. ما كانتش متخبطه ولا حاجه. تكتشف بقى ان ادارته الحقيقه كانت بالنسبه لاهدافه عظيمه، بالظبط 100 ومنتهى الذكاء بالنسبه لاهدافه. فلتت معاه فلتة محمد مرسي، فلتت معاه. ربنا ارمى. بص الثوره المصريه من يوم 25 يناير دايما تتعرض لازمه، وربنا سبحانه وتعالى، وانا هذا الكلام شفته رؤيه العين، واخد بالك. يعني انا كنت في ميدان التحرير يوم الثلاث اللي حسني مبارك عمل ابتزاز عاطفي وقال سيبوني اموت في ارضي، لو تذكر طبعا. وابتدت الناس اللي موجودين اهاليهم يكلموهم ويقولوا لهم عايزين ايه بقى، خلاص بقى الراجل حرام عليكم. وطبعا في مجموعه من الاعلاميين اللي طلعوا يعيطوا. انا ما كنتش شغال. لا انت مواقفك معروفه. انا ما كنتش شغال عشان بس الاحتياط واجب يعني. واخد بالك من يعني خلاص كانت الثوره فعلا بتتارجح. اتقسمت ليلتها، يومها بالليل البيوت اتقسمت نص. حلو. حصل ايه بقى تاني يوم؟ معركه الجمل. شوف ربنا معركه عشان ربنا يوري ان الراجل ده لا. بس يا دكتور، هو انا برضو مش اقدر اقول ان المجلس العسكري، رغم ان انا موقفي منه زي موقفك حضرتك بالظبط، لكن اقدر اقول ان هو كان فير في الانتخابات. يعني اقدر اقول ان هو يعني كان ممكن، يعني لو عايزين يتلاعبوا كانوا يقدروا مع القضاة مع البتاع. انا مش عايز ابين، يعني لازم اقول ان هو يعني برضو، يعني مش عارف، انا بكلمك زي بكلم نفسي بالزبط. يعني مش هقدر اقول ان القضاة كانوا عظماء في انتخابات. لا قضاة عظماء، بس انت عندك 5 مليون صوت. واقدر اقول ان المجلس العسكري لا في 5 مليون صوت يا فندم. ايوه معلش، بس النتيجه في الاخر يعني هل انا اقدر اقتنع، وانا بكلمك بس بمنتهى الصراحه على الهواء مباشره، ان المشير ما كانش يعرف النتيجه؟ هم حلفوا، انما يعني المستشارين حلفوا وبتاع. حلفوا مين؟ حلفوا ان هم ما عرفش النتيجه. بس طبعا يعني ما ينفعش. ما ينفعش. لا طبعا مش ووافق عليها. وافق عليها. انا بعتقد، انا عايز بس اقول هنا اشرح لي الحكايه دي. يعني انا فيها اشكر الجيش ولا لا؟ ده هو كان مضطر يعمل كده. انا اسمح لي، انا اعترض اعتراضا شديدا على اننا نستعمل كلمه الجيش في هذا السياق. المجلس الاعلى للقوات المسلحه، انا اسف، المجلس العسكري مش الاعلى للقوات المسلحه، اللي هو الذي يدير. ما هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه. لا انا اعرف انه هذا المجلس ليس بالضروره قتاليا، يعني لو في قتال هيبقى في اسماء تانية هتخش جوه. لا تمام، ما ده اسمه المجلس الاعلى للقوات المسلحه الذي يدير البلد، يدير شؤون البلد سياسيا. بس انا مختلف معاك كاداره سياسيه للبلد، وارى انه الجيش المصري ده بتاعنا، والجيش المصري ده انا كل الافكار دي انا موافق عليها وقلناها 100 مره بيها جدا. ابعد الجيش عن المجلس الاعلى. لا وكل يعني انا خالي كان لواء في الجيش المصري وناس كتير جدا، كل واحد ظباط. بالظبط، اخواتي كلهم ظباط وجوز اختي، يعني انا عندي في العيله 4 ظباط. ده مش الجيش، ده المجلس العسكري. المجلس الاعلى او المجلس العسكري انا بعتقد انه منذ البدايه لم يعتبر ان هذه ثوره حقيقيه، ولم يكن في واقع الامر شايف ان الثوره دي تستلزم تغييرا جذريا، واخد بالك. هو راى ببساطه ان هذه هبه ضد حسني مبارك، وانتوا زعلانين من حسني مبارك، ادي حسني مبارك، انت واخد بالك. وبعدين بعد كده لم يرى الفرق بين النظام والدوله، وبالتالي
طبعا الدوله حاجه والنظام حاجه، يعني عشان نبسطها للناس، الدوله دي سياره والنظام ده السواق اللي بيسوق العربيه. فلما يبقى انا عندي عربيه كويسه وعندي سواق راح من هنا للساحل الشمالي موت واحد وطلع على الرصيف وعمل، اقوم لازم اغير السواق. طبيعي. فالثوره قامت مش عشان تسقط الدوله زي ما هم بيقولوا، الثوره قامت عشان تغير النظام، تغير السواق. واخد بالك؟ فهو اعتبر ان المحافظه على النظام هي نفسها المحافظه على الدوله. فكنت تقول له، وده حصل يعني في مناقشات انا حضرتها، انه لابد من اعاده هيكله الشرطه، ان الشرطه دي مفيش فايده. يقول لك لا، وانت عايز ان احنا لو شلنا الشرطه ده البلد تقع. ما حدش بيقول نشيل الشرطه. احنا بنتكلم على هيكله جديده. هو شايف ان كده خلاص كده كويس عليكم قوي. وبعدين ابتدينا بعد كده علشان يحافظ على هذا النظام. ما هو بيحافظ على النظام دي مهمه صعبه، ما هو نظام مبارك انت بتحافظ عليه وسط اتون وبراكين شغاله. ما هو الثوره ما خلصتش والناس بتورط في المسؤوليه السياسيه، على الاقل في مذابح. يعني مذابح، في حصلت مذابح ضد المصريين، واخد بال حضرتك؟ ما نقدرش نقول انها ما حصلتش، وهو مسؤول عنها سياسيا على الاقل. فكره ان انت تغير النتيجه ده موضوع سياسي. بمعنى ايه؟ بمعنى انه ده يخضع لاعتبارات كثيره جدا، وما هو السهل، وخصوصا ان السكه اللي انت هتروحها، واخد بال حضرتك؟ يعني اذا كنت ناوي تغير النتيجه يا شفيق لازم تبقى دارس كويس قوي النتيجه اللي ممكن تحصل، واخد بال حضرتك؟ من الحاجات العظيمه اللي حققتها الثوره المصريه انه انتهى تماما، وده الفضل فيها لربنا وللثوره الحقيقه، انه انتهى تماما عصر التزوير جوه الصندوق. يعني عصر اللي هو كان بيتعمل ده ما بقاش يتعمل. بقيت تعمل انت ايه بقى؟ بقيت الاداره لما تحب تغير في النتيجه تعمل ايه؟ عسكريين يصوتوا، ميتين يصوتوا. طبعا انا كل اللي اعرفهم الميتين بتوعهم انا صوتوا كلهم، انت واخد كلهم. طبعا كلهم صوتوا شفيق، يعني واضح ان هو عنده شعبيه في وسط في وسط الاموات بالظبط. واخد بال حضرتك؟ فالفكره هنا ان انت عندك، انا نفسي كان يطلعوا لنا الكشوفات بتاعه الناخبين ونشوف ال5 مليون صوت دول مين اللي دخلوا فجاه. دول هم قالوا ايه؟ دول اللي بلغوا 18 سنه. ما ينفعش اللي بلغوا 18 سنه طلعوا 900,000. ما ينفعش اللي هم مواليد 93. لو عندنا 5 مليون بيبلغوا 18 سنه في السنه في سنه تبقى عندنا حسبه مواليد تانية خالص. مش كده؟ طبعا. فهو ده الموضوع. اقصى حاجه 800 900 اقصى حاجه 900 وشويه. عندك 4 مليون بقى، دول ما نعرفش عنهم حاجه. والاستاذ بجاتو قال انا غير ملزم ان انا ادي للمرشحين الاسامي الكشوفات الانتخابيه، لان القانون قال انه القانون لم يلزمني. ما هو القانون لم يلزمك ولكنه لم يمنعك. يعني ولو ليس في الامر شيء ما في اديهم له. ده هو ادى الكشوفات دي في انتخابات مجلس الشعب. انتخابات مجلس الشعب. فابتدى يتقال ايه؟ لا، ما هو الحياه الشخصيه هتتجرح لو انت اديت الكشوفات. طب ما انت بتعلقها على باب اللجنه، متعلقه في الشارع. وبعدين انت هتدي الراجل اسمه، انت ايه علاقه؟ يعني ايه علاقه ايه الكشف في ده؟ يعني ايه السر في ده بالظبط؟ فطبعا انا بعتقد انه كان هناك اتجاه قوي جدا. النظام كله، مقرات الحزب الوطني اتفتحت تاني عشان شفيق، واموال طائله ورجال اعمال، وطبعا في ناس نطوا بس بصرف النظر عن شفيق يعني هل المقرات ما زالت مفتوحه وما زالت تعمل؟ المجلس العسكري قاوم مقاومه حكايه الحزب الوطني دي، هو والمجالس المحليه، لغايه لما اتعمل حكم. وبعدين لما اتعمل حكم، هو انا بقفل الحكم، بيقفل مقرات الحزب الوطني عشان الحكم المباني هي اللي فاسده يعني. مش كده يعني؟ هل في اوضه فاسده واوضه نظيفه؟ لا، هو قال ده افسد الحياه السياسيه. الحكم مين اللي افسد؟ مش المباني اللي افسدت، البشر. فالمفروض كنت تمنع بتوع الحزب الوطني ان هم من غير قانون عزل ولا حاجه انهم يرشحوا نفسهم، لانك عندك حكم قضائي بيقول لك نغلق هذا الحزب لانه افسد الحياه السياسيه في مصر. طيب لما الذي افسد لا، ولكنه ربما يكون عندهم وجهه نظر يمكن الاماكن ما كانتش موفقه. طب نقف نعمل فاصل يا دكتور لو سمحت.
اهلا بحضراتكم مره اخرى مع الروائي العالمي الدكتور علاء الاسواني. كنا بنتكلم عن المشهد الحالي وكيف يستطيع الرئيس ان ينتزع صلاحياته، وسيادتك قلت مستندا على الشعب يستطيع الرئيس ان يبتعد عن الاخوان المسلمين خطوتين ويبتدي يتخذ اجراءات ترضي الشعب، فالشعب هيبقى معاه محدش يقدر يشيله بعد كده. بالظبط. لكن العكس بقى هيخسر. لكن في سيناريو تاني، وده اللي انا عايز اتكلم فيه بقى. في سيناريو تاني ان احنا حاليا بناخد حقن بنج عشان نتخدر ويعملوا فينا عمليه نصحى ما نلاقيش مرسي نلاقي يا فلول يا فلول. لا، هتتفتح الانتخابات من اول وجديد، يعني ده كلام ما هتبقى مفتوحه للفلول. طبعا هتبقى مفتوحه اساسا للفلول وحسب احنا ونصيبنا. يعني كيف نستطيع ان نتفادى هذا الموقف؟ لان احنا لو دخلنا في الموقف ده تاني، احنا الشعب تقريبا منقسم عشان نتكلم بصراحه. طبعا تقريبا منقسم. وزي ما سيادتك شرحت دلوقتي ان في ناس فلول، يعني انا مش بشتم بكلمه فلول، يعني في ناس تبع النظام السابق لانهم كانوا مرتاحين في النظام السابق ومستقرين وظروفهم مستقره وظروفهم تمام، فدول يجوا 20 مليون. في ناس مش حابه الثوره اصلا خالص، زي ما اشار الدكتور علاء الاسواني، فدي كل دي اصوات خطر. طبعا خطر جدا، اصوات خطر جدا انك تميلها الكفه. دول اسمهم الكتله الساكنه. الكتله الساكنه باسيف ماس. الكتله الساكنه دي ما كانتش لازمها الثوره، اتفرجت على الثوره زي ما بتتفرج على ماتش كوره، وبعدين لما الثوره كسبت نزلوا يتصوروا على الدبابه مع العيال وبتاع. انما في واقع الامر ان هو الثوره مش محتاجينها هم، واي ضغط عليهم واخد بال حضرتك بيلعنوا الثوره وبيبقوا عايزين يرجعوا للنظام القديم. يعني لما حضرتك تقارن بين واحد طبعا الازمات دي كلها مصطنعه اللي موجوده دهيا من النظام القديم، وده اتعمل في بلاد كتيره جدا. المعادله ايه؟ المعادله ان الشعب قد صار ضد ظروف سيئه معينه، فلو وضعت هذا الشعب في ظروف أسوأ بكثير من الظروف التي صار ضدها الشعب هيرضى بالظرف السيء الذي كان. بالظبط كده. وبعدين اطلع له حد من النظام القديم باعتباره ان هو البطل المنقذ اللي هيرجع الامن ويرجع البتاع فلما حضرتك تقارن بين واحد مش لاقي بنزين بقاله يومين فبيلعن الثوره، وشخص فقد عينيه الاثنين وهو طبيب اللي هو احمد حراره وغيره كتير جدا. احمد يعني علشان 300 حاجه و70 واحد فقدوا بالظبط، واخد بالك. وبعدين نفسيته عاليه جدا وبيضحك وبيهزر لما تقارن بين ده وده تلاقي ان فعلا ده شخص ثوري، بمعنى انه حط المبدأ قبل المصلحة، والتاني لا، هو عايز تغيير، يمكن يكون عايز بس من غير ما يعمل اي تضحية. لو البنزين اتأخر، لو في طابور، لو بتاع، يبقى لا ثورة ولا بتاع ولا يبقى في الحالة دي اللي انا شايفه زي ما قلت لحضرتك انه هذا الوضع وهو فريد من نوعه، انه النظام اللي بيرأسه محمد مرسي منفصل عن محمد مرسي وفي واقع الامر لا يريده. ايوه، في واقع الامر لا يريده وبالتالي بيتم اعداد المسرح لانتزاع او خلع محمد مرسي قريبا جدا، كما قالت المستشاره المقربه للمجلس العسكري. وقال ناس تانيين قالوا لا، ده المفروض اول ما يتكتب الدستور يمشي الراجل ده يستلم ويبداوا انتخابات اخرى ونقعد في انتخابات اخرى، انتخابات رئيس تاني وانتخابات مجلس الشعب تاني. يا فندم دلوقتي اسمح لي، يعني انتخابات مجلس الشعب دهيا بغض النظر عن اللي عمله مرسي، المجلس العسكري. طب اسمح لي قبل ما تقول التقسيمه دي، بغض المجلس العسكري، نقف عند الكلمه دي وناخد مداخله من المستشار عمرو سلامه عضو الامانه الفنيه للجنه العليا للانتخابات. عايز يعلق على كلامنا. اهلا وسهلا سياده المستشار عمر، مساء الخير يا فندم. المستشار عمر سلامه يا فندم. انا اسف يا فندم، انا اسف، مستشار عمر سلامه، انا اسف. تحياتي لحضرتك. اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك. امور انا بس سمعت حاجه من الدكتور علاء النهارده مع حضرتك. ايوه فندم. سمعتها منه تقريبا على الجزيره امبارح. طيب احب بس اوضحها عشان الناس تبقى واخده بالها منها، ولو الدكتور علاء عايز المستندات الداله على كده اهلا بيه. طيب جميل. حضرتك هو اتكلم في 5 مليون ناخب زادوا على الانتخابات في انتخابات الرئاسه. ايوه من الاستفتاء. في الاستفتاء هقول لحضرتك يا دكتور علاء، الاستفتاء كان بيتم بالنظام القديم قبل تطبيق نظام الانتخاب ببطاقه الرقم القومي. فكان في النظام القديم الجداول اختياريه ب3 شهور، يناير وفبراير ومارس،
اي مواطن بلغ 18 سنه بيتوجه للاسم اللي هو فيه، بيقيد نفسه او يتظلم ان هو ما قيدش او يغير محل اقامته. فكان النظام ده في مواطنين كثيره جدا محرومه من الانتخاب، فتم الانتخاب، تم الاستفتاء على هذا النظام. اللي هو انا اسف، انا هكمل لحضرتك. لا انا بسال عشان افهم، اللي هو الكلام ده على الاستفتاء بتاع مارس 2011، على الاستفتاء اللي هو تم بعد الثوره. ايوه ايوه فندم. تمام حضرتك. فكان في اكثر من 5 مليون مواطن محرومين من هذه الطريقه. بدايه تطبيق نظام الرقم القومي وفقا للقانون الجديد الانتخابات البرلمانيه الاخيره التي تمت، وكان عدد الناخبين فيها 50 مليون و300 الف تقريبا. بس يا فندم الاستفتاء كان بالبطاقه برضه. لا الاستفتاء كان بالبطاقه. ايوه بس كان قاعده الناخبين كان في الوقت ده كانت تامه في النظام القديم. كان ما تمش تطبيق النظام الجديد في قاعده الناخبين. لما تم تطبيق القاعده في النظام الجديد اصبح في الانتخابات الرئاسيه، الانتخابات البرلمانيه، تيجي تحاسبني انا بقى، الناس ما اتكلمتش في الانتخابات البرلمانيه وقالوا ان دول عسكريين و5 مليون ومش 5 مليون، لان ما كانش في مصلحه حد. فكان في الوقت ده فعلا 50 مليون و300 الف تقريبا. لما جينا احنا في انتخابات رئاسه الجمهوريه كان في عندي 940 الف بطاقه جديده. ومعنى بطاقه جديده ان ناس استخرجت بطاقه جديده. الانتخاب الجديد، النظام الانتخابي الجديد سواء كان الرئاسي او البرلماني، لابد ان يكون الشخص يحمل بطاقه رقم قومي. ممكن واحد عنده 30 سنه وما طلعش بطاقه رقم قومي ما يدرجش. طب ما انا عملت خلال الفتره ما بين الانتخابات البرلمانيه والانتخابات الرئاسيه في 940 الف. اسمح لي سياده المستشار، 940 دول منهم 533 الف تقريبا برضه سيده، و338 شاب من 18 الى 19 سنه، وحوالي 4000 فوق السن ده. ده سبب الاضافه دي، وقاعده البيانات موجوده، وحضرتك تقدر تروح لاي مكان تشوف البيانات دي هتلاقيها صحيحه جدا. وبرضه ناس قالوا ان الفرق ما بين الانتخابات البرلمانيه والانتخابات الرئاسيه 5 مليون، لا هو بالظبط 940 الف اللي انا قلت لحضرتك عليهم. فده فعلا توضيح. سياده المستشار، الدكتور علاء، سياده المستشار الثانيه. نعم يا فندم. هو الحقيقه يعني مع كل التقدير لسيادتك انما الكلام عايز وضوح اكتر، انا مش فاهمه. انا يا فندم لما يعني رحت الاستفتاء رحت بالرقم القومي. يا استاذ محمود، وانا اقول لحضرتك من انتخابات الاستفتاء في 19 مارس لانتخابات مجلس الشعب لانتخابات رئاسه الجمهوريه، الرقم كان فين ايام انتخابات مجلس الشعب؟ كان في انهي منطقه؟ الرقم كان في 45 ولا 50؟ مجلس الشعب كان 50 مليون و300 الف تقريبا. ده في الانتخابات من الرئاسه زاد 940 الف. يبقى ده الرقم المقبول. 940 زياده المقبول. سببهم ايه حضرتك؟ سببهم دول استخراج بطاقات جديده. الناس استخرجت 900 الف، استخرجوا بطاقات جديده في شهرين. بشوف حضرتك نفس الرقم 940 الف بطاقه جديده ما بين انا عندي سؤال. لا مش تقوليش بقى في شهرين. ليه؟ لان القاعده بتاعه البيانات بتاعه الانتخابات البرلمانيه اتقفلت قبل فتح باب او ساعه فتح باب الترشيح في الانتخابات. انتخابات مجلس الشعب 4 شهور بقى. 4 شهور يتعمل فيهم 900 الف بطاقه. اسال بقى الشرطه لا كنت انا بسال سيادتك. اقول لحضرتك حاجه، اتفضل يا فندم. اول مره اتفضل تنتقل لجنه فنيه برئاسه احد الساده المستشارين من الامانه، وكان يشرف عليها المستشار حاتم بجاتو، وانتقلت الى مصلحه الاحوال المدنيه وتوثقت تماما من صحه هذه البيانات. بس الدكتور علاء هيسال حضرتك. انا اشكر حضرتك جدا جدا، والحقيقه يعني انا شخصيا ممتن لاهتمام حضرتك ان انت توضح لنا. ربنا يخليك. انا عندي بس عندي 3 حاجات صغيرين بالنسبه لي اثاروا علامه استفهام. اول حاجه انه السيد المستشار بجاتو قال في الدوره الثانيه من انتخابات الرئاسه، قال انه تم تنقيه الجداول وتم حذف 130 الف صوت، 130 الف اسم من جداول
الدوره الاولى لانه من باب تنقيه الجداول. وانا الحقيقه يعني انا اندهشت جدا لان 130 الف صوت اللي شالهم. لا هقول لحضرتك ايه طب دول. اكمل الثلاث حاجات وحضرتك دي نمره واحد. نمره اتنين، السيد بجاتو المستشار الجليل طلع مع الاستاذ وائل الابراشي في قناه دريم وفي برنامج مسجل انا شفته، وقال له هو كان الاستاذ وائل بيقول له ان في بلاغات على عسكريين كتير جدا بيصوتوا فهو قال له لا ده احنا عملنا تنقية للجداول. ده اللي قاله المستشار بجاتو بالظبط، لدرجة ان انا بيقول ان احنا ظلمنا احد الاشخاص لان انا مكتوب في بطاقته عميد فانا شلته على اعتبار انه عميد في القوات المسلحة وفوجئت انه عميد احدى الكليات. هذا الكلام بدالي مع احترامي الكامل للمستشار بجاتو بدالي غريب جدا، لان البطاقه فيما اعلم ما بيتكتبش فيها غير يا اما ضابط في القوات المسلحه يا اما استاذ جامعي، يعني ما فيش حد بيكتب في بطاقته انه عميد ويسكت، واخد بال حضرتك؟ فالثالث حاجه وربما تكون اهم حاجه، لماذا المستشار بجاتو ما اعطاش وكان اعفانا من كل هذا العناء بالنسبه لحضرتك حتى في انك توضح كل شويه انه ادى قاعده البيانات لمرشحين الرئاسه زي ما اداها لمرشحين الرئاسه في مجلس الشعب. بس دول الثلاث نقط. حضرتك بالنسبه لل 130 الف صوت المقصود بيهم، لو سعادتك رحت انتخبت في الجوله الاولى في انتخابات الرئاسه كنت هتلاقي في كشف ناس احنا اكتشفناها مدرجه في قاعده البيانات، لكن يعني لا يحق لهم الانتخاب. بس هم انتخبوا الانتخاب، سواء كان ممنوع منع وقتي محكوم عليه او منع دائم بصفه عمله. دي ادرجنا هذه في كشوف لونها وردي كده وارسلت الى كل لجنه فرعيه. اللجنه الفرعيه ديت مثلا معاها 5000 صوت، منهم 30 او 40 او 50 ناخب لا يحق لهم الانتخاب وكانوا مدرجين. وبعد طبع الكشوف فاستدركنا ده وابعتنا كشوف ورديه، دي كانت جزء منها. في المرحله الثانيه بقى لما جينا نطبع الكشوف في جوله الاعاده طلعناهم بقى من القاعده، ولذلك تلاقي المكان بتاعهم كده يعني مظلل عليه. فدي منهم برضو ال 130 دول منهم 35000 دول كانوا اشتباه في وظائف عسكريه وتم استبعادهم، وناس برضو اكتساب جنسيه جديده، اسماء مولوده في الخارج وليس لديها محل اقامه في مصر وفقا للقانون. فدي بالنسبه لل 130,000 صوت. اما بالنسبه للعسكريين وحكايه ان في عميد، لما جينا نكشف في الكمبيوتر تيجي تقول بنطلع الرتب العسكريه، يعني مثلا كده تلاقي رقيب شيء يعني لقيناه واحنا بنبحث كده فطلع لنا كل من هو رقيب. ممكن ده اتضح ان في رقيب في الجيش وفي رقيب سينمائي، خد بال حضرتك، زي عميد المهنه في البطاقه كده تلاقي المهنه، يعني ممكن المهنه تبقى ببطاقه تبقى عميد. ده انا بقول لحضرتك اللي طلعناه حاتم بجاتو لما قال لحضرتك فعلا لما تيجي تقول له طلع لي كل مهن العميد فيطلع لك عميد كليه كذا عميد كليه كذا. فلما ندقق بقى نعرف ان ده عميد في الكليه مش عميد في الجيش. الحاجه الثانيه بتاعت ان قاعده البيانات ما اديناهاش ليه؟ احنا ملتزمين بالقانون يا دكتور علاء. قانون الانتخابات البرلمانيه سمح لكل ناخب ياخد قاعده البيانات، لكل مرشح ياخد قاعده البيانات في نطاق الدايره بتاعته. اما احنا عندنا في انتخابات الرئاسه فدي قاعده للجمهوريه كلها، ال 51 مليون مواطن. دي يعني القانون ما سمحش لينا ان احنا نديها. يعني القانون منع يا سياده المستشار. المجلس التشريعي يقرر يطلع تشريع بكده وهنبقى احنا سعداء جدا ان احنا ننفذ. لا يعني في نص في القانون سيادتك اعتمدت عليه بيمنع تسليم كشوف الناخبين للمرشحين؟ في نص قانوني؟ ما فيش نص بيمنع، الى ان القانون بتاع سريه المعلومات والبيانات بيمنع الحاجات دي. معلومات ايه دي؟ اسماء يا سياده المستشار. الله الا بنص يا استاذ محمود. دي اسماء يا سياده المستشار، دي اسماء. الذي لا ينص عليه القانون هو مباح بالضروره. طالما ما نصش قانون بمنعه هو مباح. محمود قانون المعلومات والبيانات يمنع،
لما جه قانون انتخابات مجلس الشعب وطلع قانون خاص بيه وسمح خلاص ده بقانون خاص سمح في مجال انتخابات مجلس الشعب. حضرتك يجوا انتخابات الرئاسه ويطلعوا القانون. وبعدين انا هقول لحضرتك حاجه، لاول مره برضو احنا عملناها قدام كل لجنه كان بيتعلق قاعده البيانات الموجوده جوه اللجنه دي، مش طيب. دفتر صغير كده ونسيبه، لا ده قاعده كبيره كده لو حضرتك طب ما هو في تقيسها ب 10 سرية بقى متر أهو. تقرا الاسم فيها. طب ما انت كده هنا نفيت جزء السريه، الكشوفات متعلقه في الشارع. لا احنا دي في حدود القاعده، في حدود اللجنه دي، لكن المقصود بيها ان انا ما اطلعش جمهوريه مصر العربيه اطلعها يعني برضه دي ما انت في الواقع طلعتها. لو انا عايز اصور كشوف مجلس الشعب، واذا مجلس الشعب او الجهه صاحبه التشريع لقت ان الكلام ده صحيح احنا هننفذه وهنبقى سعداء بكده. الحاجه الثانيه الصغيره اللي يعني اطمع ان انا اقولها للدكتور علاء، كان برضه بيتكلم امبارح او اول في حكايه ان النتيجه قعدت اسبوع وبيستغرب جدا. حضرتك احنا والسيد رئيس اللجنه والساده الاعضاء الدكتور ماهر البحيري وبقيه اعضاء اللجنه، احنا ليل نهار من ساعه ما استلمنا الاوراق من المحاكم ومن المحافظات، فيها محافظات جت في نفس اليوم وفيها محافظات جت ثاني يوم وفيها محافظات جت ثاني يوم بالليل، بنعمل عمل شاق جدا ليل نهار فعلا، ما كانش فيه اي نوع من انواع الراحه. حضرتك النموذج رقم 8 اللي هو بتاع اللجنه الفرعيه اللي بيعلنوا رئيس اللجنه الفرعيه وبيسلم منه صوره لمندوب المرشحين، ده احنا بنراجع عليه تاني في لجنه الانتخابات الرئاسيه تحسبا لاي خطا على مستوى الجمهوريه. 13067 ورقه زي دي بنراجع عليها تاني، وبنراجع عليها بطريقتين، طريقه يدوي وطريقه كمبيوتر. بعد ما نخلص المراجعه دي بنراجع على النماذج بتاعه اللجنه العامه. بعد ما نخلص نماذج اللجنه العامه تقدم لنا المره دي ولاول مره في تاريخ مصر يبقى في 456 طعن. احنا بقينا نجيب الطعون من المحاكم بالليل، تقدروا تلاقوا صحيهم الساعه 1 والساعه 2 بالليل، نطلب منهم عايزين الحفظ بتاع اللجنه الفلانيه عشان فيها طعن، عايزين الحفظ بتاع اللجنه دي علشان فيها طعن. على كل حال سياده المستشار، يعني لو حضرتك شاهدت الحلقه مع الدكتور علاء، احنا الاثنين اشدنا اشاده رائعه بالقضاء المصري وبالقضاء المصريين طبعا. وانكم عملتوا مجهود كبير جدا جدا وعملتوا لنا انتخابات مشرفه الحقيقه ورفعتوا راسنا طبعا. يعني ده احنا قلنا انا والدكتور علاء لا احد ينكر مجهود يعني حضرتك، لا احد ينكر مجهود. واذا كان عندنا ملاحظات وعندنا ملاحظات بحترم الدكتور علاء جدا، ربنا يخليك يا فندم. قال ان يعني بيستغرب ان هي قعدت اسبوع. انا استغربت انها قعدت اسبوع يا فندم، لان النتيجه الله سبحانه وتعالى. لا اسمح لي حضرتك، انا استغربت ليه؟ لانه اللجنه بكل ما لديها من، وده لا يوجد، بس انا بكلمك بصراحه، بكل ما لديها من امكانات الدوله، قالت يوم الخميس وبعد رجعت يوم الاحد، بينما في مجموعه من القضاه المستقلين المحترمين زملاء حضرتك، وطبعا اكيد بتعتز بيهم زي ما انا بعتز بيهم، اللي هم قضاه من اجل مصر، اللي هو المستشار زكريا عبد العزيز ومجموعه من القضاه، عملوا مجهود تطوعي واعلنوا النتيجه قبل اللجنه الرسميه بايام، واللجنه الرسميه اعلنت نفس النتيجه في الاخر. بس يمكن انا ارد عليك، انا معلش، انا عارف، انا اللي هقول ممكن عشان عندهم طعون. بالظبط، عندهم طعون فاضطروا يعيدوا صناديق. انما يعني ده لا يقلل من تقديرنا لمجهودكم حضرتك خالص. واذا كان عندي ملاحظات، فاحنا عندنا ملاحظات عشان عايزين مصر تبقى دولة ديمقراطية ومحترمة، والملاحظات لن تنقطع علشان الاداء يظل يتحسن دايما يعني. لا انا بس ليا استاذنك في حته صغيره بالنسبه للجهات التي اعلنت النتيجه. طبعا يعني انا في حل ان انا اعلق عن هذا لانها كلها جهات غير مختصه. لما يخطأ في شيء ما حدش هيعرف يحاسبه، لكن احنا لما يبقى عندنا خطأ في صوت واحد هلاقي ده يقول لي لا الصوت ده منين، وانا اتحدى، وانا يعني كنت مسؤول عن عمليه الرصد دي، واي شيء اتحمله امام الله سبحانه وتعالى وامام اي حد. لا طبعا لو في خطأ صوت واحد احنا في الحاله اللي دي، ولذلك انا بقول لحضرتك، قلت لك ان احنا بنراجع ازاي وبالكيفيه ازاي. قد يكون هو دوكها جمع او الجهه دي جمعت 1 2 3 4 يجمع يخلص ساعتين 3، دي بطريقته هو
لانه غير مسؤول. لكن لما الكلام يطلع من مسؤول هو غير مسؤول رسميا، انما هو مسؤول طبعا عن يعني امام الراي العام، ان هو مش مسؤول رسميا طبعا. لا يا فندم مش مسؤول رسميا. انا الراي العام دي انا مسؤول رسميا امام الساده المرشحين، وامام برضو الراي العام لما حد يجي يقول انا عايز اعرف. ولذلك لما شفت حضرتك السيد المستشار فاروق سلطان في النتيجه قال ان احنا وجدنا خطا في كذا ووجدنا خطا صحيح، ده صحيح. بمناسبه معلش حضرتك، بمناسبه سيادتك ذكرت المستشار سياده المستشار فاروق سلطان، انا الحقيقه كمواطن مصري مش ككاتب ولا اي حاجه، انا منزعج جدا من ان في قناه تلفزيونيه حضرتك ممكن تجيبها على بسهوله جدا يعني، طلعت تقرير باسم اللجنه العليا للانتخابات وزعمت انه موقع من السيد مستشار فاروق سلطان، واذاعته على ملايين المشاهدين مرتين ورا بعض او يومين ورا بعض، انا شفتهم، وقالت هو ده النتيجه الحقيقيه اللي احمد شفيق فايز فيها بكذا كذا، وقالت ده توقيع المستشار فاروق سلطان وده توقيع المستشار بجاتو، والراجل اللي هو هذه القناه صاحبها او اللي هو بيذيع فيها قال ان انا بتحدى ان هم يقولوا ان ده مش توقيعهم. اعتقد ان ده محتاج فعلا اجراء، لانه ده شيء عجيب جدا ان انت تطلع حاجه وتقول ان ده توقيع يعني مستشارين اجلاء طلعوا نتيجة تانية، واخد بال حضرتك، ويمر هذا مرور الكرام. يعني ده طبعا دي مش مسؤولية سيادتك، انا بس بقول لك بالمناسبة يعني. لا لا لا، انا سمعتها من حضرتك برضو، وعايز برضو اقول لحضرتك عليها هي وحاجة تاني. اقول لحضرتك حاجة، اولا السيد المستشار حاتم بجاتو امين عام اللجنة، وفقا للقانون له حضور اجتماعات اللجنة، ولا يجوز له التوقيع على اجتماع اللي بيوقع اللجنة رئيس اللجنة والاربعة اللي معاه. فكده حضرتك الحكايه ان فيها توقيع للسيد المستشار حاتم بجاتو، هذا اول شيء يدل على انها مفبركه وغير صحيحه. طبعا. ثانيا، هل حضرتك تعتقد ان اللجنه لا قدر الله يعني لو في ورقه زي دي هتطلعها؟ يا فندم انا لم يتطرق، اسمح لي بس حاجه في اعلاميه، لحظه واحده انا لم يتطرق الي محضر شرطه لا مؤاخذه شيء مسيء وصوروا واذاعوا، لا مؤاخذه، وتاكدوا في نفس اليوم ان ده غير صحيح. لا انا مش بتكلم على دي، انا اسمح لي بس لحظه واحده، انا لم يتطرق الي الشك اطلاقا في ان هذه الوثيقه ده تقدير انا ان هذه الوثيقه مزوره، ولكن لماذا لم يتخذ اجراء؟ دي قناه تلفزيونيه بيشوفها 50 مليون واحد، ويشمعنا هذه القناه. اتوقع برضو اذا كان السيد المستشار فاروق سلطان او معالي المستشار بس كده اتمنى انه يتخذ اجراء. اللجنه الحالي ان شاء الله هعرض عليه برضو الموضوع ده. انا استاذنك برضو بحته صغيره تاني، اتفضل. نتكلم في حته قبل ما ننساها، حكايه ان الميتين بتوعهم صواتوا، حضرتك قلتها بنفس اللفظ كده. انا الحقيقه معلش، انا كل الذين، وبعدين ده فيها، ده قدمت لحضراتكم وفي محاضر كتيره جدا، واخد بال حضرتك، بان ناس كتيره ده يعني اسره خالد سعيد لقت اسم خالد سعيد موجود، اسره مينا دانيال الشهداء حتى، واخد بال حضرتك. فانا تكلمت، اسمح لي بس، انا تكلمت بناء على وقائع مثبته وناس موجوده، وفعلا كل الناس الموتى اللي طبعا الموتى لا، يعني زي ما سيادتك عارف الموتى لا يمكن ان هم يصوتوا، انما الموتى كانوا موجودين في الكشوف. يعني ده انا دي اسمح لي حضرتك، يعني ده موجود بدل الدليل عشرات الادله على هذا للاسف. يعني حضرتك خلصت؟ ما انا سكت اهو. بص حضرتك، هناك فرق بين ان الموتى احيوا وصوتوا، وهناك فرق بأن هناك مقيدين بالكشوف وهم موتى. سبب فيه فعلا، وبنعترف ان في اعداد مقيده بالكشوف ومسكوته وراحت اللجان الفرعيه وهم موتى. سببها ايه دي حضرتك؟ انا هقول لحضرتك سببها. هقول لحضرتك سببها ان لما ناخب او مواطن يتوفاه الله سبحانه وتعالى، بيروح اي حد من اسرته بيبلغ ان هناك حاله وفاه، لا يبلغ برقم القومي. لو ابلغ بالرقم القومي ده شيء جميل جدا وبيروح وبيتشال، بيبلغ بدون رقم قومي. اقول لحضرتك على حاجه صغيره بالفعل، احنا لما جينا نبص في الحته دي لقينا مثلا
في بلاغ جه لينا ان محمد علي محمد توفى اسمه خماسي. لما جينا نطلع على قاعده البيانات لقيناها 3602 او 3 على ما اتذكر، محمد علي محمد اسمه خماسي. يا نهار ابيض، لقيتهم 3000 محمد ايه؟ محمد علي شوف حضرتك، لما اجي انا اشيل ال 3600 احرمهم، ولا اسيب واحد منهم؟ والقاضي لما يجي يدخل له حد بالبطاقه بيتاكد من شخصيته ويتاكد من رقمه القومي. وانا بقول لحضرتك اتحدى اذا كان هناك تم التصويت الى ميت. ما هو احنا هنعرف حضرتك منين؟ لا اذا كانوا هم ميتين لا حضرتك هتعرف ولا انا عارف؟ لا هيعرف طبعا. ليهم توقيع في كشف ولا لا؟ نعرف. شوف حضرتك قلت ايه؟ انت ما تعرفش. لا انت تعرف. انت دلوقتي يا سياده المستشار، لا مؤاخذه يا فندم، معلش احنا كده النقاش بينحى يعني نحو، انا بس عايز اقول لحضرتك لا اطلاقا، لا مؤاخذه لا انت على دماغ يعني احترامنا ليك كامل. انا بقول لسيادتك يعني حاجه، وجود نقي الكشوف بيها. لا وماله، وجود حضرتك اسماء الموتى في كشوف انتخابيه وتكرار هذا الموضوع وعشرات المحاضر اللي اتعملت على هذا الموضوع، الحقيقه انه شيء سلبي وشيء يعني لابد من التخلص منه. يعني لا يمكن الدفاع عنه، اسمح لي حضرتك، لا يمكن الدفاع عنه لانه ده ان الموتى موجودين بس ما صوتوش. ما يعني يتهيألي ان الديمقراطيه الحقيقيه اللي انتم بذلتوا مجهود فيها مش عشان ان الموتى يكونوا موجودين وبعدين نقول دول ما صوتوش، لا مش المفروض الاسماء تكون موجوده خالص. موضوع التصويت كلام حضرتك مظبوط، بس انا قدام قرار اخده، احرم 3600 ولا اسيب 3601 والقاضي يتحقق؟ لو حضرتك مكاني تعمل ايه؟ والله يا فندم انا يعني شايف ان احنا مع تقديرنا الكامل للانتخابات العظيمه اللي احنا بنعمل فيها دي. ابدا مش بتكلم على كده، وانا اكمل كلامي. احنا يا فندم ما بنخترعش، يعني ما هو الناس اللي موجوده في العالم كله ما فيش اسامي ميتين في الكشوف. يعني اكيد انا اقول لي انت بتقول لي مكاني اعمل ايه؟ حضرتك تاخد او يعني سيادتك مش في موقع طبعا القرار في اللجنه، انما ممكن جدا تكلم حضرتك المسؤول عن الانتخابات في اي دوله اوروبيه، قول له والله انا عندي ميتين في الكشوف، اتصرف فيهم ازاي؟ اكيد الحكايه دهيت هم ما عندهمش الميتين، عندهم في القبر مش في الكشف الانتخابي. اقول لحضرتك حاجه فاهم. كارتر لما كان بيعلق على الانتخابات وحد اثار ان في الكشوف مواطنين متوفين، قال بنفس اللفظ كده ان كشوف الانتخابات الامريكيه بها متوفين. بص حضرتك كارتر معلش، اتمنى اسمح لي بس، اسمح لي كارتر ده يعني انا هو جه دعانا، اسمح لي بس حضرتك، كارتر طلع تقرير على الانتخابات الرئاسيه سلبي جدا، فاحنا مش عايزين ايه نفتح موضوع كارتر ده، لانه هو قال ان انا لم امكن من الانتخابات ولا استطيع، قال بالنص لا استطيع في التضييق اللي ضيقته عليا السلطات المصريه ان انا اقول اذا كان الانتخابات دي نزيهه ولا لا. فاحنا خلينا كارتر على جنب وخلينا نتكلم في الميتين. تعالى ان احنا يعني انا عايز اقول لك حاجه يا سياده المستشار عشان ننهي هذه المناقشه الساخنه الجميله. الحقيقه ان احنا في انتخابات جديده، في اجراءات جديده، ان شاء الله الانتخابات اللي جايه هتبقى متطوره اكتر فمتطوره اكتر، خاصه ان في الشعب المصري لسه ناس كتير جدا عدد بالملايين ما عملوش الرقم القومي، ولسه الصحه ما بتاخدش لما حد يموت، ما بتاخدش الرقم القومي، مش بتشتغل بالرقم القومي، بتشتغل باي حاجه. فبالتالي ده معلش ده التطور الطبيعي للحاجه الساقعه يعني. فسياده المستشار انا بشكر سيادتك جدا وبحييك مره اخرى على وجودكم في الانتخابات، وبشكرك على اهتمامك والرد علينا. المستشار عمرو سلامه عضو الامانه المستشار عمر سلامه عضو الامانه الفنيه للجنه العليا للانتخابات. المستشار عمر سلامه عمل مجهود كبير في الانتخابات الحقيقه، هو وبقيه المستشارين، وكان بيتصل بينا، لو كنا بنتصل بيه كل يوم بيقول لنا اخبار الانتخابات. الوقت خلص للاسف ولكن كيف ترى الصوره؟ لان انت كنت واقف عند نقطه معينه، المجلس العسكري، فاكر؟ طيب انا رايي ان الان الموضوع كله في ايد، ودي من فيها دراما في الموضوع، ان الدكتور محمد مرسي لم يكن، الاخوان قالوا مش هنرشح وبعدين رشحوا، ولم يكن هو المرشح
كسب محمد مرسي، واصبح دلوقتي اللي هيعمله محمد مرسي هيحدد حاجات كتيره جدا، مش في مصر بس، في العالم العربي. انا مدي يعني اكرر انه لابد من اعطاء الرجل الفرصه، اعطاء الفرصه، ولابد ان هو يبدا انه يعفو عن ال 14,000 معتقل دول، ويمنع المحاكم المدنيه للعسكريين. ليه؟ غير انه ده ضد القانون، وغير انه كل ده لولا الثوار المصريين اللي معتقلين دلوقتي في السجن الحربي لما كان لمحمد مرسي ان يكون في قصر الرئاسه. ولم يكن لمحمد مرسي او لن يستطيع محمد مرسي الاستمرار في موقعه في الرئاسه بالزبط. الا بهؤلاء الثوار ايضا. بالظبط. فده قرار لا يقبل التاجيل. يعني خلينا نقول ده بقى باختصار كده، ان محمد مرسي عشان يفضل الدكتور محمد مرسي مع كل الحفظ والالقاب السيد الرئيس طبعا حتى يبقى معنا ولا يغيب عن الساحه، يخوض معارك الثوره، بوضوح ويبعد عن الاخوان المسلمين خطوتين. انت قلت حضرتك خطوتين، انا حضرتك بقول انت قلت 5 خطوات. خلاص، يبتعد الدكتور مرسي 5 خطوات عن جماعه الاخوان المسلمين، وليس ده هجوما على جماعه الاخوان المسلمين، لكن نظرا لتصرفاتهم وهو يعلم. بالظبط. انت رئيس المصريين جميعا، عليك ان تثبت انك رئيس المصريين جميعا. اما انك مندوب مكتب الارشاد في رئاسه الجمهوريه، يبقى احنا هذا فراق بيننا، مالناش دعوه. ومندوب مركز الارشاد في رئاسه الجمهوريه هيعمل اتفاقات بقى، وهيعمل انه سوف يكون سكرتير المجلس الاعلى للقوات المسلحه، يعني هيبقى مندوب وسكرتير في نفس الوقت. بس مش رئيس بالظبط. لكن احنا نريد محمد مرسي رئيسا للجمهوريه. احنا في نقاشنا مع الدكتور علاء الحقيقه لسنا ضد، موافقني، ولكن هي محاوله من الدكتور علاء لايضاح الامور بالزبط، حتى يستطيع الدكتور مرسي ان يرى الرؤيه تامه، وان يرى الناس ايضا الرؤيه كامله، ان الدكتور مرسي في موقع لا يحسد عليه. لا بس ان شاء الله انا متفائل. هو زي ما قلت لحضرتك لو ابتدى فعلا في انتزاع صلاحياته، واكرر ان هذه الصلاحيات مش صلاحيات مرسي، الدكتور مرسي كاخوان مسلمين، صلاحيات رئيس الجمهوريه. النهارده الدكتور مرسي هو رئيس لمده 4 سنوات، المره الجايه هيخسر. اديك شفت في ليبيا الاسلاميين خسروا. واخد بال حضرتك؟ يعني هو لازم يعلم الدكتور مرسي، هو اظنه يعلم انه ناجح مش بالاخوان خالص. 8 مليون مش اخواني، بالعكس بالنسب الاسلاميين خسروا من البرلمان. لو حصل انتخابات لمجلس الشعب لن تكون النسبه كما هي الان. حلو قوي. يبقى انا لما انتزع صلاحيات رئيس مصر بنتزعها لرئيس الجمهوريه المصريه اللي عشان يعمل دوله ديمقراطيه بعيدا عن السلطه العسكريه. يبقى هيجي بعد كده رئيس ليبرالي، هيجي بعد كده رئيس مستقل، هيجي بعد كده رئيس اشتراكي، ايا كان هو بينتزع السلطه للشعب المصري، بينتزع صلاحيات رئيس الجمهوريه للشعب المصري، مش للدكتور مرسي ولا للاخوان المسلمين. اذا فعل ذلك وبدا المعركه، لانه معركه قادمه بين سلطه عسكريه معركه سياسيه طبعا. هي قد بدات بسحب قرار المشير، المعركه قد بدات بالفعل بالظبط، وهي بدات بانه زي ما انت شفت حد زماننا بيقول لك المرور باظ اكتر، الزباله زادت اكتر بالظبط. يعني في مواجهه من المحافظين ومن رؤساء الاحياء طبعا محدش قام هم مع الرئيس بالظبط. فانت بقى عشان تكسب معركه دكتور مرسي لازم تكون على المائده وليست تحت المائده، وتكون واضحه جدا، وتكون في صالح الشعب المصري. والشعب المصري العظيم لن يخذلك لو انت فعلا كنت بتعبر عن اهداف الثوره وعن مصالح الشعب وليس عن مصالح اي فئه. توكل على الله دكتور، ويلا وافتح الابواب كلها وتوكل على الله. دكتور علاء انا بشكرك جدا جدا، بشكرك يا استاذ محمود، شرفتني واسعدتني وعلمتني اشياء كثيره. العفو يا فندم، شكرا يا دكتور، تصبح على خير.